حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. الفيديو بتاعنا النهاردة خطير، أتمنى يعجبكم. هنعمل فراخ مشوية من غير لا دخان ولا تعب. يلا تعالوا نسمي الله ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. معانا الكبة بتاعتنا هنحط فيها فلفلة، وهنحط طماطم وبصلاية من كل نوع، واحدة واحدة واحدة. وما ننساش التوم حبيب الفراخ، وقرن شطة حلوة كده يتحط مع كل المكونات دي، ومعلقة كبيرة كاتشب. لو مش موجود الكاتشب حط معلقة صلصة عليها، ربع معلقة سكر، ومعلقة صويا صوص بتدي نكهة حلوة قوي. لو مفيش حط معلقة عسل ومعلقتين خل، وهنضرب كل ده في الخلاط. وانا حطيت معلقة صوص الليمون، لو ما عندكيش ممكن ليمونة تعصريها مع كل الخلطة دي، تضربيها بقى في الكبة، وممكن تضربيها في الخلاط. بس لو الخلاط حط حبة مية صغيرين يشغل كل ده في الخلاط. ضربناهم ضرب ناعم قوي. والفرخة دي لازم تتبل قبلها بيوم. فرخة كيلو و100 جرام فقط. تمام. بعد ما الخلطة بقى اتعملت هنعمل ايه؟ هنحط التوابل بتاعتنا: ملح، فلفل، بابريكا، شطة، كركم او بهارات الفراخ زي ما بقول لكم كده. تغنيه عن اللي احنا هنعمله ده بهارات الفراخ معلقة صغيرة منه. تمام. يعني احنا ما نحطش كمون علشان ما تمررش الفراخ. وما ننساش بقى الحبهان البودر. كل ده هكتبه لكم في صندوق الوصف، واللي مش عارف صندوق الوصف اضغطوا على العنوان هتلاقي كله تحت بعضه. حطينا بقى على الخلطة زي ما قلت ايه البهارات بتاعتنا، وخلي بالكم من كل صنف ربع معلقة، ما نحاولش نكتر. دي بقى تكاية من عندي، اللي حابب يحطها يحطها، واللي مش حابب عادي بشر جوز الطيب، حاجة خفيفة كده. تمام. بعد بقى ما عملنا كل الخلطة دي نقلبهم مع بعض بالمعلقة، ونمسك الفرخة بالسكينة نغزغزها كده زي ما حضراتكم شفتم كل الخلطة دي. وما ننساش القرفة اللي بتدي للمشويات كلها طعم وريحة وتتبيلة رائعة، حاجة كده قمر خالص. معلقة زيت عادية خالص، مش زيت زيتون. ونقلب كل التكة دي مع بعض، وتكون الفرخة طبعا غسلينها وعاملينها الشاور بتاعها ومغزغزينها كده. نمسك بقى الفرخة بالخلطة دي بإيدينا الحلوين، نخلي كل حتة في الفرخة تتشرب فيها. والثقوب اللي احنا عملناها في الفرخة دخليها تحت الجلد كده التتبيلة دي، علشان كل التتبيلة كل الفرخة تشرب من التتبيلة زي ما حضراتكم شايفين. واللي عايز يدبل الفرخة ويحطها في الفريزر ويعملها بعد أسبوع 2 عادي خالص. يعني لأصحابنا واخواتنا اللي بيشتغلوا، لو عايزة تتبلي الفرخة دي وتحطيها في أكياس التلاجة محكمة وتحطيها في الفريزر، تبقى حلوة قوي للشوي على طول. حطيناها في التلاجة قبلها بيوم. هنشيلها بقى من التتبيلة. بعد كده هنشيل أي حاجة عليها من بواقي البصل علشان ما تتحرقش معانا في الفرن. صاجنا الحلو. وخلي بالكم زي ما انتوا هتحطوا الفرخة بشكلها كده وهتقفلوا الشواية عليها هتطلع بالظبط. تمام. هنجيب بقى الصاج أو الصينية بتاعتنا، هنحط بقى ايه؟ بقية التتبيلة من جوه الفرخة كده. تمام. يعني لازم يكون تحتها مية علشان البخار بتاع المية وبتاع الخلطة يسوي الفرخة. زي ما قلتلكوا كده بقية الخلطة مش هنرميها، هنحطها في الصاج أو الصينية اللي انت هتحط عليها الفرخة. وقفلنا الشواية على الفرخة زي ما قلتلكم بنفس الشكل ده هتظهر معانا. هنغطيها بقى بورق فويل علشان تستوي بسرعة، وهندخلها في الفرن الأول. تعالوا بقى نعمل الرز الأصفر اللي بيجي مع الفراخ المشوية. حلة بتاعتنا هنحط مكعب زبدة قيمة معلقة كبيرة، 3 معالق زيت، بصلة صغنطوطة خالص، رشة ملح ورشة فلفل عليها يدي بقى كده كرمي ليها مع الزبدة والزيت. ويا سيدي بقى على الريحة اللي هتطلع. مكعب مرقة معنا نقلبه في التتبيلة. أول ما الريحة بتاعت مكعب المرقة تبدأ تطلع نحط الملح ونحط التوابل بتاعتنا. بحب أحط التوابل أثناء تحميص
بصلاية، بحس كده إن التوابل بتاعتنا بتديها نكهة حلوة، رشة كركم ورشة كاري، وإيه كمان هنحط معانا بابريكا، رشة خفيفة كده تدينا طعم ولون، حبة هنايا هنرميها في الزيت، وورقة لورو معانا، وكمان فص مستكة صغير يدي ريحة للرز وطعم. يا سيدي يا سيدي عالجمال، حاجة كده قمر خالص. بعد بقى ما هنقلب كل ده مع بعضه هننزل بالقرفة ونحطها مع بعض، ونكون غاسلين كوباية رز بسمتي ومعاها 3 معالق زبيب صغيرين أو معلقة كبيرة. هنقلب كل الرز ده مع البصلة والزبدة مع بعض. أول ما الريحة الحلوة تطلع كده هننزل بالمية السخنة بتاعتنا. المية عايزة هنقلب الرز بتاعنا ونسيبه يغلي، والفراخ حطيناها في الصينية. بعد كده رفعنا الفويل، معلش الحتة دي اتقصت من الفيديو، ونقول تا 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 الفراخ خلصت ببركة بسم الله. أول ما الفرخة تاخد الوش الحلو ده نقلبها على الوش التاني، وهكذا مع بعض، وناخد من التتبيلة وندهنها، وبسم الله ما شاء الله طلعت زي العسل، والرز مفلفل وطعم. أتمنى لو عجبكم الفيديو لايك وشير وتعليق. دمتم في رعاية الله وفضله.